الجنيه يهزم الدولار مرة أخرى، والذهب يتراجع في مصر، 150 مليار من الإمارات، و10 مليارات من أوروبا، ومثلهم من السعودية، ورأس حكمة جديدة لكن على البحر الأحمر. فما قصة الرز الذي تدفق فجأة على القاهرة؟ مقرر لجنة الاستثمار الخاص في الحوار الوطني المصري سمير صبري قال إن حكومة بلاده تستعد لإبرام صفقة شبيهة برأس الحكمة على سواحل البحر الأحمر، يشارك فيها مستثمرون من السعودية والإمارات، ونضع خطا تحت السعودية ونسأل عن مكان المدينة الجديدة، ثم سنشرح ونجيب، لكن بعد توضيح الخبر الذي أكدت فيه الحكومة المصرية أنها بصدد تكرار تجربة الاستثمار برأس الحكمة، لكن في مكان آخر، وهذه المرة على البحر الأحمر. ولنرى سريعا ماذا قدمت تجربة رأس الحكمة للمصريين. بداية من أسعد الأخبار، حيث خسر الذهب 235 جنيها مباشرة بعد إتمام صفقة رأس الحكمة. وانتظروا مزيدا من الأخبار، حيث الدولار الذي عكر صفو الاقتصاد المصري لسنوات هو الآخر تلقى ضربة قاسية بعد أن انخفض بمقدار 10 جنيهات في السوق السوداء. انتعاشة سريعة من مجرد إعلان خبر، لكنه ليس كأي خبر، ولنقرأ لكم نصه. حيث وقعت مصر عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة إماراتية باستثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار، منها 35 مليار دولار بمثابة استثمار مباشر خلال شهرين، وستكون الدفعة الأولى بعد أسبوع، وتبلغ 15 مليار دولار على النحو التالي: 10 مليار سيولة من الخارج كاستثمار أجنبي، و5 مليارات دولار من وديعة الإمارات في البنك المركزي. أما الدفعة الثانية فستصل إلى 20 مليار دولار مقسمة كالتالي: 14 مليار دولار تمثل استثمارا أجنبيا مباشرا، و6 مليارات دولار تمثل باقي قيمة الوديعة الإماراتية لدى البنك المركزي. في المقابل ستحصل الإمارات على عقد تطوير منطقة رأس الحكمة بشراكة مع القاهرة، بما يشمل تدشين سلسلة فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة للمال والأعمال، هذا بالإضافة إلى إنشاء مطار دولي جنوب المدينة. كما سيشمل المشروع تعويض أهالي مطروح نقدا وعينا، هذا فضلا عن فتح باب الاستثمار للشركات المصرية المحلية، والتي بدأت فعلا بإعلانها عن مشاريع قريبة ضخمة لها في المدينة، ما يعني عشرات آلاف فرص العمل الجديدة للمصريين، بعيدا عن الفوائد الأخرى التي ستنعش الاقتصاد المصري، كما حصل بأسعار الذهب والصرف، إضافة إلى التشجيع على الاستثمار. ولنأخذ هذه العبارة وننطلق منها لموضوعنا الرئيسي، أي الإعلان التالي عن المدينة الجديدة على الساحل الشرقي، هذه المرة أي سواحل البحر الأحمر، والتي كما ذكرنا سابقا ستدخل فيها السعودية. وهذا أمر لافت، حيث بعد فتور طويل بالعلاقات بين البلدين تعود الاستثمارات السعودية ومن الباب العريض إلى مصر. فما الذي تغير؟ وربما الكثير تغير، لكن قبل أن نجيب على هذه الجزئية سنحكي الموقع الجديد. وبحسب بعض المصادر في الصحف المصرية فإنه سيكون رأس آخر، لكن سيحمل اسم رأس جميلة، وهي منطقة تطل على البحر الأحمر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير، وملاصقة لمطار شرم الشيخ. ويتضمن المشروع في المنطقة إقامة فندقين على مساحة 403,615 مترا مربعا، وإقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة، بالإضافة إلى 1288 شقة فندقية. وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن تفاصيل التخطيط لطرح أرض رأس جميلة في شرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي ضمن المشروعات التي ستطرحها الوزارة على المستثمرين. وذكر أن مساحة منطقة رأس جميلة تقع على 860 ألف فدان، وسيتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة، وبينها وزارة الإسكان. كما في تفاصيل الخبر فإنه هذه المرة سيتم بشراكة مع السعودية،
وقبل الحديث عن السعودية فإن مناطق أخرى باتت على خريطة الاستثمار أيضا في البحر الأحمر، على رأسها مدينة القصير، والتي تعتبر إحدى المزارات السياحية في مصر وتحديدا ساحلها الشرقي. وتقع القصير على بعد 138 كيلومتر جنوب الغردقة و139 كيلومتر شمال مرسى علم، أي أنها تتوسط ساحل مصر على البحر الأحمر. أما عن أسماء مناطق أخرى قال المصريون إنها قد تكون هي الوجهة الجديدة للمدينة السياحية، فالحديث كان عن سفاجة الواقعة شمال القصير ومدينة مرسى علم الواقعة جنوب القصير، وكلا المدن الثلاث تتوسط الساحل الشرقي لمصر المطل على البحر الأحمر، وفيها ميزات جاذبة للسياحة والاستثمار. ومن الطبيعي أن تكون أهدافا سياحية للسعودية الساعية لتنمية البحر الأحمر وسواحلها عليه وجعله مزارا سياحيا. لكن مجددا، هل عادت المياه لمجاريها بين القاهرة والرياض؟ في الحقيقة لم يكن يوما هناك كلام علني أو رسمي يعترف بوجود خلاف بين البلدين، على الرغم من وجوده، فكلا البلدين افترق في محطات سياسية عدة، بدأت من اليمن حين رفضت مصر المشاركة بعاصفة الحزم، وأيضا في سوريا حين انفتحت القاهرة على دمشق بداية قبل أن تجري المصالحة الخليجية السورية في السنوات الأخيرة، وما تلا ذلك من قضية تأخير تسليم جزيرتي تيران وصنافير اللتين تنازلت عنهما القاهرة للرياض على الورق. ورد فعل السعودية الذي خرج يقنن الاستثمار السعودي في مصر وضخ الأموال في اقتصادها. محطات عدة أتت على العلاقة بين البلدين، لكنها لم تصل حد القطيعة أو الخصام العلني، وقد تكون العودة السعودية مجرد استثمار خاص لشركات سعودية ولا تؤشر إلى عودة العلاقات بين البلدين، كما قد تكون ضمن سياسة دولية تقضي بدعم مصر واقتصادها ومنعه من الانهيار. وهنا إجابة على جزئية ماذا تغير كي تضخ كل هذه الأموال في مصر. فليس من مصلحة أحد في المنطقة أن تصل مصر إلى حافة الانهيار حتى لو كان منافسا لها أو يختلف معها، فبلد يفوق عدد سكانه 110 مليون وله كل هذه الأهمية الاستراتيجية والجغرافية والسياسية، سقوطه يعني سقوط المنطقة، خاصة بعد الحرائق المشتعلة في السودان أو حتى ليبيا ومناطق أخرى في المنطقة، حيث الاتحاد الأوروبي أيضا وفق الأخبار هو الآخر سيضخ 10 مليارات دولار في اقتصاد مصر، وهذا ما أشر على أن هناك إرادة دولية لإنعاش اقتصاد المصريين. لكن هنالك روايات أخرى مفادها أن عودة السعودية تحديدا للاستثمار في مصر هو من باب المنافسة السعودية مع تركيا، والتي انفتحت على القاهرة مؤخرا بعد زيارة رئيسها أردوغان. ومعلوم حجم التنافس بين أنقرة والرياض على زعامة المنطقة والعالم الإسلامي، لكن ليست هذه كل التحليلات التي قيلت في هذه القصة. فآخرون قالوا إن مصر قبضت ثمن موقفها من غزة، وأنها ربما قبلت تهجير الفلسطينيين إلى أرضها، وهذا كان ثمنه ضخ هذه المليارات. لكن هذه الجزئية تحديدا حتى الآن ما زالت بعيدة عن الواقع، فما زالت القاهرة تتمسك رسميا بوقف إطلاق النار في القطاع وإنهاء الحرب، بل هي نفسها من تقود ملف التفاوض بين حماس وإسرائيل رفقة الدوحة. وبحسب آخر الأخبار التي رشحت، فإن القاهرة تلعب دورا كبيرا في وقف الحرب، لتتبقى الإجابة عن سؤال: هل باعت مصر هذه المدن والأراضي الجديدة؟ والإجابة كانت على نحوين. قسم اتجه صوب تصريحات الحكومة التي أعلنت أن ما تم هو شراكة مصرية مع المستثمرين الأجانب كالشركات الإماراتية أو حتى السعودية التي ستأتي. وبحسب الحكومة أيضا فإن ما تم لم يشمل بيع الأصول، وإنما هي عقود شراكة واستثمار فقط. والحقيقة أن كثيرا من الكلام قيل، لكن على اعتبار أن الأمور بخواتيمها، فما هو منتظر الآن هو انتعاشة اقتصاد مصر بالدرجة الأولى، وكما قالت القاهرة من أجل توفير فرص عمل للملايين ومن دون مبالغة على حد تعبيرها، وأيضا لإنقاذ العملة والسيطرة على ارتفاع الأسعار، هذا محليا
لكن خارجيا سيظهر إذا ما كانت مصر قد أخذت ثمنا لمواقف